العيد واجازته خلصوا، بس طواجن عظمته لسه ما خلصوش. تعالوا يلا نشوف هنعمل مع بعض طاجن لسان عصفور بشرايح اللحمه ازاي. هنبدا الاول بمعلقتين من السمنه، هنسيحهم وهننزل عليهم بشرايح اللحمه. ليه شرايح؟ عشان اللحمه تستوي معانا كويس وبسرعه، يا دوب تاخد معانا لون بالشكل دوت. وهننزل عليها بشوربه كانت فاضله عندي قبل كده، ولو ما عندكوش ممكن ميه مغليه عادي، مش هتقول لا. هنغطي عليها ونوطي النار ونسيب اللحمه تستوي براحتها. ويلا بقى نبدا نعمل بصله الطاجن. في معلقه سمن كبير هننزل عليهم ببصله متقطعه قطع صغيره، ومعلقه من الثوم المفروم، وهنقلبهم كويس. وهنبدا نبهرهم بمعلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من البابريكا، نشوحهم كويس. وهننزل عليهم بمعلقه كبيره من بهارات اللحمه، وكمان كام ورقه من ورق اللوري. وهنبدا نقلب البصل كويس لغايه لما يحمر معانا بالشكل ده. وهننزل عليهم بنص كيلو من لسان عصفور. واهم حاجه في المرحله دي التقليب، لازم نقلب كويس عشان لسان العصفور يتحمر من كل الجوانب، عشان ما تلسعش معانا من جنب وجنب لا. هنرجع نشوف اللحمه هنلاقيها استوت، وكمان لسان العصفور اتحمر كويس. هنبدا ننزل باللحمه على لسان العصفور ونقلبهم كويس، وهننزل عليهم بباقي الشوربه اللي عندنا، يا دوبك يغطوا المكونات بتاعتنا، ونغطي عليهم ياخدوا غلوه. وزي ما انتم شايفين اللسان عصفور بدا يدخل في السوا. هنبدا نجهز الطاجن بتاعنا، وهنبدا الاول برص شرايح اللحمه في ارضيه الطاجن. هننزل باللحمه كلها الاول، وبعد كده هننزل عليهم باللسان عصفور. واهم حاجه نرج الطاجن بتاعنا كويس عشان الشوربه اللي موجوده توصل لكل مكان في الطاجن. وهندخلهم فرن على درجه حراره 180 لمده 10 دقايق، وبعد كده هنشغل عليهم الشوايه لمده 5 دقايق، وهنطلعهم من الفرن. هنلاقي القمر ده استوى تماما. الصراحه من احلى واجمل الطواجن اللي ممكن تاكلها في حياتك. سهل وبسيط وبيتعمل في ساعه بالظبط، وكمان اولادكم هيحبوه جدا. شايفين اللحمه مش مستحمله وبتتقطع لوحديها، واللي يقولك عصر الطواجن انتهى قول له عظمته لسه قدها. جربوه ومستني رايكم في الكومنتات، وانا متاكد انه هيعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. سلام.